دكتور انا عندي ديسك ما بين الفقره القطنيه الاولى والثانيه L1 L2 ديسك برولابس. في الم شديد في الظهر، في الم شديد في الرجلين. هل الغضروف في الحته دي يعمل الم في الرجلين؟ الاجابه ببساطه يعمل. هنا بس انت محتاج تفهم نقطه تشريحيه كده، واحنا بنقسم الانزلاق الغضروفي من ضمن التقسيمات المهمه تقسيمه هو انزلق فين، اتجاهه فين. هل انزلق حاجه اسمها سنترال يعني في نص القناه العصبيه، ولا بارا سنترال او بوسترولاترال وده الاشهر 95%، ولا حاجه اسمها فورامينال او اكسترا فورامينال يعني راح على مخرج العصب، ولا حاجه اسمها اكزيلري ده يعني في بطن العصب او يعني في جنب العصب. الخلاصه ان هو لو متزحلق سنترال يبقى هيضغط على القناه العصبيه او السنتر بتاع القناه العصبيه، وده على ليفل L1 L2 في كورد هنا او لسه في حبل شوكي، فبيعمل حاجه اسمها كونس مدلرالس سندروم. ولو تحت شويه من حاجه اسمها كودا اكواينا سندروم. بنفرق بينهم بحاجه اسمها الهايبر ريفلكسيا او رد الفعل بتاع الرجل. دي حاجه اي دكتور بيشتغل عمود فقري عارفها ويعرف يعمل لك الفحص ده. خلاص. لان ده ابر موتور نيورون مش لور موتور نيورون. خلاص، يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه، لو هو ضاغط حاجه اسمها بارا سنترال وده الاشهر لان دي الحته الاضعف في الغلاف بتاع البوستيريور لونجيتيودنال ليجامنت، وده بيضغط دايما على حاجه اسمها الديسندنج نيرف روت، على جدر العصب اللي نازل. يعني لو غضروف ما بين الفقره الاولى والثانيه يضغط على جدر العصب اللي هو الثاني L2 L1 L2 ديسك، يجيب L2 لو هو بارا سنترال او هو بوسترولاترال. خلاص كده. طيب L2 ده بيغذي فين؟ بيغذي الفخذ من قدام. في صوره هنا هننزلها لكم اللي هو الدرماتومال سبلاي بتاع اللور ليمب، يعني التغذيه العصبيه بتاعه الطرف السفلي. كل فرده سلك بتنزل تغذي حته معينه في الرجل زي سكينه الكهرباء اللي عندك في البيت كده. خلاص، كل فرده سلك منها بتغذي اوضه في الشقه. خلاص كده. طيب لو هو بقى رقم ثلاثة، احنا قلنا سنترال وقلنا بارا سنترال. رقم ثلاثة اللي هو الفورامينال او الاكسترا فورامينال اللي هو الفار لاترال، ده بيجيب اللي فوقيه يعني L1 2 ديسك يجيب الروت بتاع L1. خلاص. اخر حاجه خالص الاكزيلري وده ممكن يجيب ده او ده. الشاهد ان الانزلاق الغضروفي ما بين الفقره القطنيه الاولى والثانيه يضغط في السنتر على الكورد لو هو سنترال، ويضغط لو هو بوسترولاترال او بارا سنترال على الروت اللي بيغذي الرجلين. فاجابه سؤالك طبعا. الحكم في النهايه هو الفحص الطبي اللي هيتخذ عليه القرار. هو ده اللي يتخذ القرار في الحاله بتاعتك، هل انت ممكن تتحسن بالعلاج ولا الامن والاحسن يتعمل لك استئصال الغضروف علشان المشكله ما تزيدش. بس ارجو ان الاجابه تكون مفيده لحضرتك. الف سلامه عليك. افتكر دايما ان الامل موجود والموضوع بسيط. السلام عليكم.